السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما ننساش نستغفر ربنا وندعي ربنا كتير لبعض، وما ننساش ندعي لإخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، اللهم امين. احنا بقى فكرة الفيديو النهاردة فكرة بسيطة جدا جدا. بنقل لكم بس فكرة فيديو. لو مثلا حد بيعمل اوردرات من البيت، دي فكرة لعيش الكريب. ممكن تعملي عيش الكريب في البيت وتغلفيه وتكيسيه كويس كده وتديله كفر شكله حلو وتطلعيه. دلوقتي احنا مثلا بنعمل مقدار الكريب اللي هو الكيلو، النص كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، على حسب ما بينطلب منك. وتبدأي تشتغلي اول باول، وبتبيعيه بقى بالرغيف او بالكيلو زي ما تحبي. انا كنت عملته قبل كده في كذا فيديو، المقادير بتاعت العجينه بتاع العيش الكريب. لو حابين ان انا انزل لكم الطريقه ان شاء الله ابقى انزلها لكم في فيديو تاني. انا هنا كنت عملت عشان ما اطولش الفيديو معاكم، عشان تتفرجوا على الفيديو كله. يا دوب بس بنقل لكم الفكره مش اكتر. هنا انا كنت عملت العيش وفردته، وما شاء الله اللهم بارك طلع تحفة جدا. الله اكبر، حاجة كده اخر جمال واخر طعامه. تعملي بيها بقى احلى سندوتشات، ما شاء الله اللهم بارك، بالهنا والشفا. طالع لونه جميل وما شاء الله طري وخفيف وجميل جدا جدا. تغلي فيه بقى في اطباق فل، او مثلا في صواني كده فويل، بالطريقه اللي تعجبك. المهم دي فكره سهله جدا جدا. لفيديو بسيط يعني، واللي عايزه تعمل مثلا شغل من البيت ممكن تعمل عيش الكريب من ضمن الاوردرات اللي بتطلع يعني. عيش الكريب عجينته سهلة جدا. ممكن ان شاء الله ابقى انزل لكم الطريقة تاني في فيديو مرة تانية يعني، مع شوية ستريبس بقى من اللي احنا كنا متبلينه كده ومفرزينه بردك وبنطلعه من ضمن الاوردرات. بنتقلي الستريبس بقى وشوية بطاطس كده وتعملي احلى سندوتشات كريب. حد طلب منك ممكن تعمليه وتعينيه في البيت، تفرزي العيش وتعينيه في البيت. براحتك بقى يعني. دي فكرة جميلة جدا، ممكن تعملي وتعينيه متفرز في اي وقت تعوزي تعملي سندوتشات لاولادك مثلا او كده، بدل ما يجيبوا من بره السندوتش بقى بكام. وكمان في البيت بتبقى حاجة نظيفة ومش مكلفة زي بره يعني. مع ستريبس بقى، مع شوية بطاطس مقلية، كاتشب، كلام من ده، هتظبطي احلى سندوتشات كريب يعني بنظافة وجودة اعلى من اللي بره كمان. ما شاء الله اللهم بارك. الفكرة ان انا كنت بوصل لكم انك ممكن وانت في بيتك تعملي باقل مجهود حاجة تزودي دخلك بيها. وفي نفس الوقت لو مثلا ما عندكيش وقت وبتحبي تعملي الحاجة وتجهزيها في الفريزر، العيش ده ينفع يتفرز ويتعان. من ما تعوزيه بتطلعي طالع ما شاء الله اللهم بارك تحفة. حاجة كده اخر جمال والله. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم او تستغفروا ربنا كتير. احنا هنا بقى بقول لكم ان بشويه ستريبس بتعملوهم في البيت كده احلى برضو من انكم تجيبوه غالي. او لو مثلا فكره اوردر ممكن تطلعيه، او شويه بانيه حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك، تقطعيها بقى وتعملي سندوتش كريب في البيت، بتبقى حاجه تحفه جدا. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. بالهنا والشفا على ولادكم. والحاجة في البيت بتبقى طالعة ما شاء الله، الكريب طالع تحفة جميل جدا. بتجهزي السندوتش بأقل تكلفة في البيت، غير لما بتروحي تجيبي من بره السندوتش بقى غالي جدا. مش كل الناس تقدر تجيب رقم يعني. لو مثلا 5 أطفال، 4 أطفال، او مثلا اسره مكونه من 3 اطفال واب وام، مثلا هيعوزوا مثلا حوالي 10 سندوتشات، 8 سندوتشات، المبلغ برضو كبير مش حاجه بسيطه يعني. تستريبس البيتي حاجه كده تحفه ما شاء الله اللهم بارك يعني. وفي الفيديو دوت برضو عاملين كيكه كده بقى عشان نحلي بيها. بصوا، هو كان اوردر مطلوب ان احنا نعمل عيش الكريب ونعمل كيكه نصين.
اللي هي نص فانيليا ونص شوكولاتة، اللي بتبقى زي ما انتوا شايفين كده، نص فانيليا ونص شوكولاتة، وفي النص بتتقابل بقى كيك ماربل، بتبقى جميلة جدا. تتقطع بقى صوابع، تتقطع مربعات، تتقطع بالطريقة اللي تحبوها. بتطلعيها اوردرات برضو، بتتباع يا اما بالكيلو او بالصينية، على حسب انتي برضو الزبون ممكن يطلب منك. هو عاوز الصينية على بعضها او عاوز كيلو، ممكن تطلعي من اول ربع كيلو، نص كيلو، اطباق كده فل وتغلفيها، حلوة جدا. في اطفال ممكن تكون بتحب الكيك مثلا، مامتها مش بتعمل، احسن من انهم يجيبوا حاجات من بره، دي حاجات مفيدة ليهم. بعد كده الصينية كانت قدامكم مثلا، الصواني دي بنعملها نص فانيليا ونص بني على حسب طلب العميل. هو يقولك مثلا عاوزة كلها شوكولاتة بني، عاوزة كلها فانيليا، عاوزة برتقان، عاوزة مربل، عاوزة نصين. بتعملوها وتقسموها وتطلعيها مثلا في طبقين فيل، زي ما انا هعمل كده دلوقتي وهتشوفوا. دي فكرة بنقلها لكم برضو لفكرة اوردر، اي حد حابب يطلع اي حاجة اوردر من البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا ومش مكلفة. ولو حابة برضو ان انا انزل لك الطريقة والمقادير بتاعة الكيك، انا هنزلها لكم ان شاء الله. انا برضو كنت نزلتها قبل كده في فيديوهات تانية. ان شاء الله هنعمل كل حاجة مع بعض في فيديوهات، بس انا ما حبيتش ان انا ابدأ معاكم فيديوهات بسلسلة كده تكون طويلة ازهقكم. لا، انا حابة ان الفيديو يكون مدته قصيرة كده عشان ما تزهقوش، وان شاء الله هننزل المقادير وكل حاجة بعد كده. دي كانت كيكة بقى، اللي هي اللي على الشمال دي كانت قالب اللي هو الانجليش كيك او قالب التوست. انا كنت عاملة فيه كيك صغير كده، طالعة ما شاء الله اللهم بارك، تحفة جدا. التانية بقى اللي هي المقسومة نصين، دي نص فانيليا ونص شوكولاتة بالكاكاو، حاجة كده تحفة ما شاء الله اللهم بارك. نغلف بقى الأطباق بتاعتنا ونطلع الأوردر، حاجة كده آخر نظافة، آخر طعامة، حاجة من البيت مفيش يعني عليها كلام يعني. تقدري تعملي شغل ليكي من بيتك، حتى لو ما بتشتغليش، او لو ما انتش قادرة مثلا تطلعي تشتغلي بره، من البيت تقدري تطلعي حاجات وتغلفيها ما شاء الله اللهم بارك، وتعرضي شغلك، وربنا ان شاء الله يوسع ارزاقنا جميعا يا رب. دي فكرة الاوردرات اللي ممكن تطلعها من البيت بقى. يعني بتشتغلي كل حاجة ينفع تطلع، ينفع اي حاجة ينفع تتعمل وتطلع، تتغلف بطريقة شيك كده وتطلع ما شاء الله اللهم بارك. فكرة اوردر، هنا بقى الاوردر كان بسيط جدا. ان شاء الله الفيديو الجاي مثلا لو هنزل لكم فكرة بقى كب كيك برضو اوردرات طالعة الله اكبر، تحفة تحفة ما شاء الله اللهم بارك. آه، ان شاء الله في فيديوهات كتير خالص من النوع ده. لو حابين ان انا اغير الفيديوهات وانزل لكم طريقة تانية، ان شاء الله. مع السلامة.